كلنا مختلفين، واختلافنا ده بيخلينا نغضب ونزعل، مع ان مفيش حد احسن من حد، ومش من حق حد يحاكم حد. لازم نكون بلد واحدة وشعب واحد. في برنامجنا عايزين نقول للناس ان الغضب والاختلاف لما يزيد ممكن يوصلنا لفين، بس على طريقتنا الخاصة. الكوميديا احيانا الاستفزاز والرأي المتطرف. عشان كده مش عايزين حد من ضيوفنا ولا اللي جات سيرتهم يزعل. خلينا نختلف بس من غير زعل. اهلا بيكم وحلقه جديده من بصراحه. الحقيقه النهارده نجمنا مختلفين جدا كالعاده، مختلفين شتان. مش هقدر اقول ان نجم افضل من نجم ولا نجم اقل من نجم، ولكن هما الفن اللي بيقدموه مختلف، الطريقة مختلفة، أكيد وجهة نظرهم هتبقى مختلفة. هنشوف الحوار ده هيمشي ازاي. ضيفنا الأول ضيف نجم من زمان، ولكن ثبت نفسه جدا السنتين اللي فاتوا، اجتهد اجتهاد شديد جدا، أصبح من نجوم الصف الأول، وبحييه وببارك له الفنان ماجد المصري. أما نجمنا التاني بيحقق أعلى إيرادات في السينما، وبيقدم ألبومز بتعمل مبيعات عالية جدا، بيتعرض للنقد كثيرا، ولكن الناس برضو بتعتبره نجم. الفنان سعد الصغير. ايه حكاية ايراداتك اللي في السينما اللي بتكسر الدنيا طول الوقت، وبعدين نلاقي النقد في الجرايد انك ما تنفعش اصلا تكون موجود على الساحة الفنية؟ اول حاجه النجاح ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. وعايز اقول لك حاجه، النقاد دول اعداء النجاح، اعداء بجد، انا بسميهم اعداء. عشان كده الناس لا كلها. بس في نقاد بيفهموا اكيد يعني. اكلمك بصراحه، مم. انا مش عايز نقاد ومش عايز الجمهور ده لا خالص. يعني استاذ طارق الشناوي، يعني كل الاساتذه النقاد دول نقول لهم كده اقعدوا على أستاذ، جنب. لو سمعت كلامهم هقعد في البيت. اني يعني نجاح الحقيقي اكتر، نجاحك انت اللي خد سلمه سلمه ووصلت وحققت من غير ولا تهز وسطك ولا تعمل تجيب رقاصه جنبك ولا تعمل عري ولا كده. حضرتك ده ممثل اصل حضرتك وراجل هي نجم حضرتك، احنا بناكل عيش، ما تشبهنيش بس ماجد مصر. انا باكل عيش حضرتك. لا يعني مش دي الفكره، لا انت بالعكس انا هتشبهني عايز اقول بس برضو، ماجد. اصل اقول لك طب ما هو على محترف برضه، ما هو ده الفن. برضه مصدر دخله الاساسي. الفن الشعبي يحترم جدا، ما نقولش حاجه. هو عمل لون لنفسه وعمل شكل نفسه ونجح وفرض نفسه على السوق. يعني الفتره اللي فاتت دي ما فيش فرح ما فيهوش سعد الصغير. انا اتواجدت في السينما بطل، اوكي، بس ما كنتش لسه، كنت لسه بتعلم، او المنطقه اللي انا بشتغل فيها في كتير بيشتغلوا عليها. حضرتك اشتغلت في كلمني شكرا ليه؟ ضيف شرف. استاذ خالد يوسف اتبرأ من الفيلم. ايوه بس يا انت، راجل حرام عليك. بس سليم شكرا ماجد ما انت نجحش. كنت ضيف شرف فعلا، ولا ساعات بيبقى في ادوار صغيره؟ لما تبقى ادوار صغيره. انت شايفه ايه؟ لا انا بسالك. هو ضيف شرف مكتوب ضيف شرف على التتر. يعني كنت ما كانتش بوابه عايز تدخل منها السينما؟ ليه؟ ادخل، انا فكتبت عندي 14 بس. فيلم سينما انا هو كان بطلهم. لا، انا اشتغلت قريت مع انا قريت عظمه. حضرتك ان حضرتك كنت بتجامل الاستاذ خالد يوسف عشان الافلام اللي جايه يعني. يعني ايه بجامل الاستاذ خالد يوسف؟ يعني هو صاحب حضرتك فعايز تعمل معاه. عشان يبقى سكه اخش منها السينما مثلا؟ لا انا اسف، قصدي مش سكه حضرتك، يعني مثلا هتعملوا فيلم بعد كده معاه، او هو قال لك بقول لك يا استاذ ماجد اعمل معايا الدورين دول طب مشهد، ما انا اتعرض والفيلم اللي عليا، جاي انت بطوله طب ما انا معايا اتعرض مثلا، ده انا عليا قصدي كده. ما انا اتعرض عليا فيلم شارع الهرم ده على فكره من احمد السبكي. شارع الهرم. بدل سعد صغير؟ لا مش لا مش طبعا. بدل. انا كان انا دور مين ده حضرتك؟ ولا دور ولا حاجه اصلا. انا يعني أنا لا اكيد يبقى دور سليمان عيد حضرتك، لكن ما انا ما اللي انا رشحتهم حضرتك. ماجد المصري بدل انا سليمان هخش على عيد؟ سينما مش فاهم، انا مش قصدي حضرتك، انا عايز نتكلم بصراحه ولا اسف حضرتك. لا ما انا بكلمك بصراحه، ماجد هو ده المصري الدور، بدل سليمان انا بقول عيد. لك هو سعد يا انا صغير. هو الدور ده اللي كانوا يا بيدوروا فيه على سعد، حد. يا سعد، استاذ ماجد مش قصدي. اسمك، طب اسمعني بس ما اتكلم. انت اسمك سعد الصغير، يعني فخلي بالك بس من ما الكلام. انت حضرتك كنت في وسط الكلام بتقول لي مفيش حاجه بترقص بوسطك اسمها يا استاذ سليمان ماجد. عيد وسلمان عيد. يا استاذ ماجد ما انت كنت خلي برضه بالك. في وسط الكلام قلت بترقص، وبره خدتني واحده كده وانا داخل على لا الباب، مش واحده ولا بتاع. ورحت جاي قلت لي بقول لك ايه، خد اقول لك خلي انت بالك لسه بس. بتعمل الافلام خلي اللي بالك كذا بس من كده الكلام، خلي بالك من وانا الكلام. داخل عليك من على الباب.
استاذ ماجد اللي قال لي كده حضرتك، انا قلت بسلم يا استاذ ماجد حبيبي شرف ليا. قال لي وانت معايا في حاله؟ قلت له ده انا قاعد بقالي ساعتين حضرتك دلوقتي ومستني حضرتك. قالوا لي تطلع مع فلان وفلان. قلت له لا يا استاذ ماجد. قال له انت لسه بتعمل الافلام كذا كذا؟ لا يا اخي انا ما قلتلكش كده، حرام عليك. سعد احنا اصحاب فمش عايزين طب ما نزعل اصحاب من بعض حضرتك، انا بتكلم لا الصراحه انت حضرتك. شويه مستفز فكره ان انت لغيت الناس كلها وانت بس اللي بتمثل وانت بس اللي مش عارفه انا ايه، شايف كده. وبتكلمه بصيغه ان هو مثلا مبتدئ لا لا ما وهو اقدرش، انا نجم شايف كبير. كده. انت بتقول يا استاذ ماجد انا جاي وحضرتك يا يا استاذ ماجد فندم وحضرتك انا وانت جاي يا يعني استاذ انا سوري جاي اتكلم عن نفسي مش جاي اتكلم عن بتهزقوا حد يعني. حضرتك. لا انا جاي اتكلم عن نفسي مش جاي اتكلم على حد. طب كلمنا عن نفسك يا سعد، كلمنا عن تاريخك شويه. اما تسالني حضرتك انا هجاوب. ما انا بقول لك كلمنا عن تاريخك، ما ده اسمه سؤال. سعد الصغير من 2010 طيب لغايه دلوقتي مفيش. هنتكلم عن الغرور والغرور اللي بيصيب الفنانين غرور ايه بس؟ بس بعد الفاصل مع الفنان ماجد المصري فنان سعد الصغير. رجعنا لكم مرة تانية. فنان ماجد المصري المسلسل رمضان طبعا مع سبق الإصرار عمل يعني نجاح غير طبيعي. ما بيبقاش صعب قوي بقى في اختيارك السنة اللي بعديها ان الناس تقارن بين العملين وتخاف ان ما يعملش نفس النجاح، خصوصا الفنانة غادة عبد الرازق برضو ممثلة قوية قوي. مع سبق الاصرار بعد مسلسل ادم، فطالع من ادم مش متخيل ان انا هقابل شخصيه بالجمال ده. عارفه ازاي؟ فلما دخلت اشتغلت مع سبق الاصرار ركزت في زياد الرفاعي وبس. انا ما سالتش لغايه دلوقتي حاجه حضرتك. عادي يعني في بنتقبل إيه الكلام النهاردة؟ يعني، مش أستاذ عارفة ماجد، انت راجل مالك. فنان أنا يعني. نجم ده برضه راجل حضرتك. دمه راجل خفيف فنان جدا وبتعرف وقلنا تتكلم وبتعرف هيخلي تغلط الحكاية وتقول نكتة. سليمان عيد وحاجات. طب سليمان عيد ده لا يا عم فندم الكل انا يعني. مش نكته حضرتك، انا مش مونولوجيست حضرتك. لا انا مش بغلط برضو في فنان سليمان لو عيد، انا خرجت بقول بره بس ان حضرتك الستايل هتعرف إن أنا نجم. مختلف تماما. نعم بس فندم. سليمان عيد ده فوق راسي من فوق، وسليمان عيد ستايل. مش بني ادم حضرتك، لكن مش ماجد. مش روح. طب سعد احنا هنكمل الحلقة بطريقة لطيفة ولا ما نخلي تجيش استاذ عليا ماجد حضرتك، لوحده؟ ما تجيش على حضرتك وانتوا الاثنين عليا بس باين قوي المشاهدين شايفين يعني. المفروض كنت تنقي يعني ضيوفك. ما خلاص انا صح. اللي غلطانة فعلا. فانت غلطانه استاذ فخلاص. ماجد انا ما غلطتش بس حضرتك. كلام يا أستاذ خالص، ماجد. هجيب لك انا ما سيره كلمتكش حضرتك. عشان خاطري انا قلت يا نصحتك. فندم انا نصحتك من دقيقه، مفيش داعي الكلام بقى. انا بحبك يا استاذ لا ماجد. اله الا الله. هخليك تكرهني أنا بحبك. خالص، مفيش داعي يا سعد. تكرهني يا استاذ ماجد ازاي يعني؟ هخليك تكرهني. ليه عملت لك ايه كده. يعني؟ تكرهني ازاي يعني؟ انا هخليك تكرهني مش انا يعني اللي هكرهك. انا مش بكرهك. هتضربني يعني؟ لا لا يا راجل العفو. عشان جسمك يعني؟ العفو. انا مش تامر حسني حضرتك عشان تضربني يعني؟ انا من شبرا وكنت شغال سواق تاكسي مش طبال زي ما هي قالت. هو انت الفنان لما بيتنقل نقلة معينة بينسى نفسه. لا انت بتهزر ليه؟ ما اعرفش، لا عادي يعني. لا الشهرة بتخلي حياته قاسية أكتر. يعني أنا لما شفت صورك جوه دلوقتي قلت مراتك بقت بتغير عليك أكتر، بقى عندك معجبات أكتر. في ناس لما بتكبر في السن شكلها بيبقى أحلى. ماجد المصري من النوع اللي أنا حاسة إن بقى عندك معجبات أكتر دلوقتي. الحمد لله، يزيد ربنا يزيد لا ويبارك يعني. ده عامل لك مشاكل في حياتك؟ لا خالص، بيساعدني جدا والله. بنات حلوه ما شاء الله اهو. لا بجد ده ما بيعملكش خالص مشاكل مع لا مراتك؟ لا لا انا مراتي اصل يعني مراتي واثقه فيا، واثقه في نفسها، فالحياه زي الفل الحمد لله يعني. وبتحب سعد صغير جدا. ربنا يخليك يا استاذ. نعم. طيب احنا معانا لو سمحتوا ثانية واحدة. احنا معانا فيديو، تعالوا نشوفه مع بعض. انظر إذا صوب رجعت مرة، انظر إذا صوب رجعت مرة. مريم فارس كأنثى. انثى. مريم فارس من اغنى اغنياء الوطن العربي دلوقتي، وهي آه. من اهم المطربات اللي وشوفي موجودة. بقى حضرتك يعني هزة الوسط عند مريم لا بجد تفرق والله. كتير والله العظيم، بتكلم جد. وانا بتكلم في إيه؟ يعني في ست لما تهز وسطها بتفرق. يعني ايه مش فاهمة. مفهومه. منور يا سعد. اعجبت بفنانة معاك في عمل؟ انت مثلا وانت في شارع الهرم من اوله لاخره كده، من اول الطلبيه ما فيش حد مثلا حصل حاجه؟ انا برضو ما كنتش في ديسكو حضرتك في الغردقه واتخانقت على بنات وطلعوا اتكلموا في البرنامج حضرتك لو بتتكلم بقى. ديسكوتيك؟ في يعني برنامج إيه مش فاهمة؟ قالوا على حضرتك ان حضرتك كنت في الغردقه مش في شارع الهرم بقى اللي بتاعك بتتريق عليه، وعملت خناقه عشان بنات. عاكس بنات يعني؟ عكس بنات.
هو هيبقى فنان ويعكس بنات؟ انا ما ببلش حضرتك، ده جت في برنامج حضرتك وحضرتك ما طلعش يد ان رد ولا هم حاجه. ايه، ان هو عاكس بنات؟ اه كان في مشكله عشان خاطر بنات وهو عاكس، يمكن بيتبلوا عليه ولا حاجه، وهو عمل خناقه كبيره وهو ما اتكلمش. دي موجوده على النت حضرتك. ممكن تشتغل مع سعد صغير فيلم؟ ليه لا؟ واسم بس مين اسم هو مين اللي يبقى الاول؟ اكيد سعد طبعا. لا بجد، ايه المشكله؟ ليه اسم سعد يبقى عشان الاول؟ هو اسمه بيجيب فلوس اكتر. في ايه، في السينما ولا في الفيديو ولا في ايه؟ يعني في السينما. اه لا هو يعني ما بيشتغلش هو بيعمل سات مسلسلات. كوم دلوقتي؟ لا بيعمل سات كوم، لا انا ما بيشتغل سات اعرفش كوم يعني. دلوقتي. لا انا بتكلم على عفاريت السينما. محرز. بتكلم على السينما. لو اشتغلت في فيلم للفنان ماجد المصري، اسم مين اللي يبقى الاول؟ طبعا استاذ ماجد، طبعا من غير اي كلام حضرتك. لا احنا مش شرف هنجامل ليا. بعض يعني، لا دي أصل حقيقه يا استاذ. مش هنجامل بعض يا بس فرق هو السن والتاريخ سلم حضرتك، انا لسه السن مش عارف، حسستني ان انا عماد حمدي في انا لحظه يعني. انا قشر البندق ده انت كنت ليه قاعد بتفرج عليه انا كل في شويه الاعداديه. تقول السن؟ انت عندك كام سنه يا سعد؟ قصدي يعني سن مقام انت عندك كام سنه بالظبط كده حضرتك. واحد اللي جاي ان شاء الله بقى عندي 31 سنه. 31 سنه؟ هو اللي جاي. ازاي يعني؟ وقاعد تقول له السن قشر البندق ده انت كان في متخيل الإعدادية. ان ماجد المصري عنده كام سنه؟ انا حضرتك يعني مع انا لا عشان انت قاعد تقول السن الخبره السن، فانت انا اعرف متخيل ان حضرتك عنده 60 انا اعرف سنه انه مثلا؟ عنده 48 سنه حضرتك، اللي انا سمعت يعني انه عنده 48 ده سنه. انا عندي 50 سنه. ماجد المصري المسلسلات السنه دي ناس كتير انها بتقول انها قليله، عشان كده هتتشاف بقوه. ناس كتير قوي كانت بتعلق على نوعيه البروموهات اللي احنا بنشوفها دلوقتي، ان فيها حاجات ما تنفعش رمضان. زي ايه؟ البروموهات بتوري واحده بتاخد دوش، التانية بترقص بدله رقص، التالتة مش عارفه ايه. انت مع ولا ضد ان نوعيه الدراما دي تقدم في رمضان؟ لا لازم طبعا في رمضان يبقى فيه تحفظات كتير، ونراعي ان المسلسل او العمل الفني ده هيتذاع في رمضان. بتعمل انت ايه بقى في رمضان؟ يعني هل بيبقى ادائك هو الرقص ونفس الكلام اللي انت بص بتقوله السؤال وانت بتاعك بتغني؟ عارفه اللي هو ايه، يعني عايزه تعملي معايا؟ لا عايزة اصل تطلعي انا مظاهري عجبني قوي وحش. رده، لان في ناس كتير اه. تقول لك لا التمثيل، والتمثيل نعمل فيه اي حاجه وفي اي وقت وبدل مش عايزين مسلسلات في رمضان يبقى اللي مش عايز ما يشوفش، فانا احترمت رايه. والله فانا انا بصراحه في رمضان ما بعملش استشوار في شعري واكبره حضرتك وبقعد، وبالليل تلاقيني في النيطات ما عايز حضرتك بالظبط. سعد انا بسالك سؤال بجد، اه انتوا نوعيه شغلكم بتبقى كلها معتمده على النايت كلابز او الافراح، مفيش حد بيتجوز في رمضان وفي نفس الوقت مفيش نايت كلابز، بتشتغلوا ايه؟ الشهر الوحيد حضرتك، الشهر الوحيد اللي بحاول حضرتك اكفر عن سيئاتي فيه. تعمل ايه؟ عباده. لا ما بتشتغلش يعني قصدي؟ لا كنت بشتغل الاول حضرتك قبل مره، دلوقتي خيم يعني وكده؟ خيم حضرتك. وكان بيبقى فيها برضو رقص وحاجات كده؟ كل يوم حضرتك كنت بقابل استاذ ماجد على طول حضرتك في الخيم، بروح حضرتك خيم محترمه، سحور بس جبن وحاجات ما فيهاش اي حاجه حضرتك، وما فيهاش رقص وكنت ولا اي انت حاجه. بترقص نفس الرقص وكده؟ لا انا في الصيف بصي برقص كده، في رمضان برقص كده. بس حضرتك ايه يعني حضرتك عايزه برضو تطلعي ممكن المنظر وحش؟ ترد باحترام لما اسالك يا فندم انا ما سؤال؟ غلطتش في حضرتك، العفو انا ما ما اقدرش اغلط تقعدش في حضرتك يا تهزلي فندم. كتافك وسطك انا ما وانت اقدرش اغلط في بتكلمني، حضرتك يا فندم. ما تهزش وسطك وكتافك وانت حضرتك بتكلمني. انت عماله تقولي رقص رقص، انت مش جايبه دينا هو يا برضو. عم انا بتبلع انت عليك مش ولا جايبه انت دينا. بترقص فعلا؟ ما فيش حد بيرقص في ما رمضان. فيش فرق بينك وبين دينا، ما ما فيش انتوا حد بيرقص في الاتنين رمضان بتعملوا حضرتك. زي بعض. يعني ايه ما فيش فرق يعني حضرتك ما دي؟ انت بتجيبها معاك في الافلام عشان ترقص يعني ايه ما جنبها. فيش فرق بين دي؟ يعني لا انت لا بتقولي لا لا دينا، لا. ايه الفرق بينكم يعني؟ لا اكيد في فرق طبعا. ايه يا استاذ ماجد ايه الفرق الفرق؟ بقى؟ ايه الفرق؟ ايه فرق يا استاذ ماجد؟ عايز يعني أسمع ايه رأي فرق حضرتك. اتنين بيرقصوا؟ لا اكيد في فرق طبعا. انا حاسس حضرتك بالتريقه، فرق حضرتك ايه الفرق حضرتك؟ لا التريقه يا راجل، لا هي ست وانت راجل، بس لكن أكيد في نوعية فرق الفن طبعا. اللي بتقدمه حضرتك شايف ايه الفرق بقى حضرتك؟ عشان احس كده ان يعني دينا دينا قمر يعني. سعد لو طلبت نقوم نرقص. انتوا الاتنين مختلفين جدا، مش لكن عيب يا أستاذ ماجد لكن والله. اكيد كل طالما واحد نفرح كل الناس. واحد ممكن والله يحط العظيم انا بحب فنك جدا. والله مش هترقص. لا لا يعني انت حضرتك، بحلف لك بالله بعشقك. انا عايز اسالك سؤال ماجد، لو حضرتك يعني كملت حضرتك وبقيت مطرب طبعا صوتك جميل وبقيت مطرب حضرتك ونطرب حضرتك، كان زمانك بترقص دلوقتي عشان تعصر الجو. يمكن. لا يا استاذ ماجد، لا لا لا، اوكا اورتيجا بتشقلبه وسعد صغير بتشقلب ايوه ومش دي حضرتك هتروح داخل لازم تغني وترقص. انا بقول لك حضرتك ده يا أستاذ ماجد. شكل انا يعني مش هتشتغل؟ انا مش معترض عليه. لا يا استاذ ماجد، لو انت كنت عرفت يا استاذ ماجد اياميها كنت يعني عايز اقول لك ما لو عرفت ارقص يعني.
والله حاولت انت يا سعد ليه بس سعد بتقول له يا استاذ ماجد وهو زميل ليك المفروض؟ فرق أنا- السن. يعني هو بيقول لك يا سعد، فرق السن انت ليه فرق بتقول له السن. استاذ ماجد؟ فرق السن. فرق السن. لا والله أستاذ. بجد، ايوه انا كده ليه أبويا. بتقول له راجل استاذ متربي، ماجد هو وهو بيقول أنا لك؟ أبويا- راجل أبويا ابن بلد مربيني يعني، حضرتك. وراجل لا يعني انت بتحس انك قليل جنب؟ لا، هو لا، هو لا، بيقول لي لا. يا سعد، هو بيقول لي سعد وانا بقول له استاذ ماجد، وده صح. ليه صح ليه؟ إيه هو حضرتك شايف ان فرق حضرتك هو السن. راجل تاريخ وانا حد قليل فبيتريق عليا. لا اله الا الله، لا يعني. انا بسأل دلوقتي، انت انت نجم آه. بتحقق ايرادات ليه بتقول لماجد يا استاذ ماجد؟ لا التربيه مالهاش دعوه بالايرادات والكلام يعني هو اللي- مثلا ما عندوش تربيه، متربي. هو أنا بيقول مش لك يا سعد. احترم نفسك يا جدع. يا تلم أستاذ ماجد، نفسك انا ما يا قلتش حضرتك، انا بقول لك يا لم استاذ ماجد نفسك. ما ينفعش تقول لي يا واد يا استاذ ماجد. يا استاذ ماجد ما ينفعش تقول لي لم نفسك. الاستوديو متكلف. يعني ايه استوديو مكلف حضرتك؟ يعني ايه؟ هتعمل ايه؟ انا مش شغل هتعلقني في الاستوديو انا ولا ايه؟ طب شوف مؤثر في ايه الاستوديو متكلف؟ شوفوا هتكسره حضرتك ولا مؤثر في بإذن الله؟ كيس عشان إيه ده؟ نخلص لو سمحتوا. الناس كلها رزانها تمشي. انا مش طيب شايف. ايه بقى؟ يلا استاذ عشان- ماجد، لا استاذ يا ماجد، فندم، عمري فندم. انت حضرتك ما تعرفنيش. انت حضرتك ما تعرفنيش والله. سواق تاكسي والله. وبعدين من ساعه ما حلقت شعرك وانا بقيتش اخاف منك. اصلا انا سواق تاكسي. انت كنت خايف من انت عارف تخاف يعني الشعر سواق يعني تاكسي؟ ولا ايه؟ يعني ممكن بنقص الفن ده خالص وعادي وانا وانت حضرتك معرفش يبقى ايه براحتنا. والميدان واسع يعني؟ لا براحتنا بقى يا أستاذ. انا ممكن استغنى عن الفن، حضرتك مش تقدر تستغنى عن الفن. لا لا، استغنى عنه، استغنى ليه؟ عنه. ما يقدرش. لا انا ممكن ليه ما يقدرش؟ لا انا ممكن استغنى عن الفن وارجع سواق تاكسي ونلعب بقى زي ما بيقولوا كده. حضرتك ما تعرفيش انت في الميدان واسع عشان حضرتك كده مع جامعه امريكيه. يعني ممكن ابطل الفن لانها مش تبتدي انا بقى كنت حرب. موديلز لسه دلوقتي انت اللي بتقول، انا بقول لك على وهي كلامك المودلز انت. دول اجدع ناس، يعني مش انا عندي عاجبينك استعداد يعني؟ ابطل الفن دلوقتي ونقضيها بقى عارفه انت، ابعت لي وابعت له بتاع طب احنا وخلاص، هنخلص الحلقه دي ولا وشويه جيم وخلاص. هنخلص الحلقه دي؟ نعم يا استاذ. يعني انت شايف التريقه والاستاذه اللي انا مش عايز اقول بتطبل له يا استاذ، يعني عيب بتطبل له في الحلقه يا استاذ كلها يا ايه قلة استاذ. الأدب ما تساليش دي؟ سؤالين يا ايه استاذ. قلة الادب انا دي؟ مش قليل هطبله الادب، ليه ان شاء انا مش الله؟ قليل الادب، هطبله انا مش ليه؟ قليل الادب، ريهام. مش قليل الادب يا اموره. هطبله ليه؟ مش اموره قليل في ايه؟ أدب. بقول لك طب مش وحياة قليل ربنا أدب. هقوم اضربه. تضربي أقسم مين؟ بالله تضربي العظيم. مين؟ تضربي مين ماشي، يا طلعوه اموره؟ بره. يا بتاعه خريج انا جمعيه، بهزرش. انت بتكلمي واد من جمعية شبرا يا طلعوه اموره. بره، طلعوه بره، انا ما بهزرش. بره مين يا اموره؟ انا هكمل مع بره ماجد، يا ما اموره بهزرش. الكرامي. بقول لك والله يا العظيم ارميك بالبتاعه دي. ترمي ايه يا ماما يا قوم. اموره؟ قوم ارمي اطلع ايه بره. بقول لك اطلع خليش تغلط بره. فيك، عيب يا اطلع جماعه بره. عيب، انت الست عيب. اطلع هو بره. الاستوديو بتاعك ده كنت لي شقي كريم ولا يا ابني، ايه؟ طلعه بره. انت لو راجل كنت عرفت ارد طلعه عليك. بره. لا بره. لا، وريني نفسك. انت وريني للاسف نفسك، انا بعشر للاسف انت ست رجاله مش عارف بس ارد ما عليك. بهزش وسطي زيك. لا انا ما بضربش حريم، انا ممكن يلا. اضرب رجاله يا حريم في اموره. عينك. امال انت ايه، راجل وراكبه طلع. شنب اقسم بالله وانا ما هضربك. اعرفش ايه. والله العظيم ده هضربك. حته برنامج اللي عملتيها تتنك علينا على ايه؟ طب قوم قوم. يا هضرب. ريهام، اختار ريهام. يا نهار طلعوه ازرق. بره. يا استاذ عم حمدي، انا ما بهزرش. يا حنبوزو، يا عم احنا واقفين في طب موقف احمد خلاص، حلمي. لما تطلعوه بره هرجع. معلش بره؟ يا ماجد، انا اسف. طلعوه بره. ايه اللي يطلع بره ده يطلع يا بره. استاذه؟ ده انت اموره قوي. اضحك يا عم الامور، اضحكوا انتوا، ما طبلوا لها. اقفل يا استاذ. يا ريت استاذ ماجد يجي هنا وهو ليه في الحاله يا استاذ ماجد. طب بص اقول لك على حاجه كويسه قوي. اطلع بقى بره عشان عايز اقفل انا الحلقه، يلا. لا يا استاذ ماجد مش هطلع بره. لا تطلع بره. لا يا استاذ ماجد مش هتطلع هطلع بره، تعالى بس. لا عشان بعد اذن عايز- استاذ ماجد اتفضل مش عشان هطلع يا استاذ عايز- ماجد. عشان عايزك لا يا بس. استاذ ماجد، لا بعد اذنك يا انا استاذ. عايزك بس. انت عشان جسمك اكبر مني يا استاذ. عايز لا مش تعرفني هينفع. على حنبوزه لا ده؟ مش هينفع يا استاذ. طب يا يلا. استاذ ماجد عيب يا طب- استاذ طب- ماجد. طب تعالى عيب، انا بس. مش هعرف لا عيب يا استاذ. مش ايه؟ لا يا استاذ ماجد، لا يا استاذ. طب عيب تعالى. عيب يا استاذ ماجد. تعالى بس، تعالى. لا يا استاذ، لا يا طب استاذ، تعالى. لا يا استاذ، لا مش هتنفع يا استاذ. هنشوف حنبوزه بس. لا لا مش هتنفع يا استاذ. عيب يا استاذ. تقعد تطبل لك بعضك عشان يشتغلوا مع بعض في مسلسل ولا تمثيليه. لا انا ممكن اقلع القميص دلوقتي يا استاذ وسواق تاكسي وتضربني عادي يا استاذ. طب ما انت لو ممكن- ذكر اه اقلع القميص. هتعمل ايه يا استاذ؟ لا انت بتقول لو ذكر اقلع القميص. بص يا استاذ ماجد، انا اقول لك كلمتين. لو ذكر. لا انا ذكر يا استاذ غصب عنك. لا انا ذكر يا استاذ. قولوا يا جماعه لو بص ذكر يا استاذ ماجد، اقلع القميص. كلمتين اتنين. لا يا استاذ، على يا استاذ بص اقول لك حاجه. اتفضل يا باشا. انا مش عايز اغلط في الفن. لا انا راجل وارجل منك كمان، وهتضربني دلوقتي مش هسيبك بره. بس انت رجال مني انا. اه استاذ، اضربني، اعمل اللي انت عايز تعمله، امسك يلا. اعمل اللي انت عايز تعمله، اضربني يا يا استاذ. حنبوزه. اضربني يا استاذ. لا انت حبيبي يا كلم سعد. يلا، ناجي يلا. خليه يجيب 4 5 معاه بس عشان ينفع. لا انت اتنين بس، خد يا ابني، انت خايف يلا. يلا يا سعد، يلا تعالى.
يلا بس لا انا مش طالع يا يلا يا استاذ، سعد. لا مش طالع، يا سعد يلا. لا مش طالع، يلا بس يلا. لا مش طالع يا استاذ، عشان هتعمل اي حاجه يا استاذ مش هسيبك بره يا استاذ. طب يلا بس لا يا استاذ. يا سعد يلا بقى. يلا بقى ارجل منك وعيب، يلا عيب. في ايه؟ ده افترا، ده افترا، وانا مش هقول لك كده، ده افترا. حمبوزو. دلوقتي لا نزل ايدك يا استاذ واضرب تاني، اضرب تاني، صور يا عم، صور، صور يا عم، اضرب يا استاذ، ايه ده ايه ده؟ اضرب يا عم، يا ما عم احنا تضرب. مش في الشارع، ايه اللي انت لا بتعمله في الشارع، اضرب يا عم، هو ليه صورت ما ما حد- ضربني هنا. ده؟ حد من الانتاج يجي يا جماعه. اوعى يا عم، اضرب يا عم، ما تضرب يا عم. عيط يا سعد، عيط عيط. لا مش هعيط، مش انت اللي تخليني اعيط. طب عيط. لا مش انت. طب عيط. على الطلاق بثلاثة ما هسيبك على الواحة دي، على الطلاق بثلاثة ما هسيبك، لو وراك بلاد على الطلاق بثلاثة ما هسيبك يا ماجد يا مصري والله وبطل الفن. كذاب. طب اوعى يا استاذ ما تغباش عليا، اوعى. لا كذاب. اوعى عرفت يا جرعت، كذاب. يا جرعت يا جرع، كذاب. ماجد 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 يا ماجد جرعت ماجد يا جرعت. ماجد. خد يلا تعالى. طب خد تعالى، طب بص. خلاص مش هيجي جنبك شيء ايه ما هو والله يا حد. انت لقيته مستخبي ورا عربيه في ده مقلب، والمصحف ده مقلب، والله العظيم مقلب، والله العظيم، قول احنا فينا صلاح. احنا فينا صلاح، احنا فينا صلاح. لا بس لازم اقول حاجه. لا اقعد. بص الدم بس. لا اقعد. ولا عايزه اقول لكم حاجه بقى. اما وقعت انا ما اعرفش في الاخر ماجد المصري لما ابتدى يهزر كان فاقس الحكايه ولا لا، بص بس يرضي اقسم ربنا. بالله ان سعد هرب بجد. سعد ما راحش اوضته يا وما جماعه. راحش ده، طلع في الشارع استخبى ورا عربيه على الناحيه الثانيه. والله العظيم تقيله. والله العظيم. وبقول له هو الظاهر عارف انها كاميرا خفيه ومقلب، ومش عارف. قال لي مقلب ايه ده؟ انا كنت هموت في ايده اقسم بالله، مش عارف بس حاجه. يطلع له انت قلت له، يبقى عارف ازاي. سعد انت كنت مستخبي بجد. بس ايده ده لازم اقول دي. وبقى راح قايل لي ايه بقى؟ خشي اختمي من غيري، وقولي له سعد راح يجيب لك ناس. لا عايزه اقول لكم حاجه، بالرغم ان هو مقلب، هو من شبرا فكرامته وجعاه بجد، ان رقبته وجعاه وانه بيخر دم، فهو بالنسبه له ان ماجد المصري ضربه بجد، ملوش دعوه بقى مقلب ولا مش مقلب. فعايز يدخل ارد له كرامته، اقول له يا عم انا هقول له انه مقلب، ليه ما تبقاش قاعد؟ قال لي مش داخل. مش داخل. قعد طول الحلقه مرعوب. بص بقى اللي فيه بس. فانا ايه عندنا في شبرا طبعا انت عارف، يلا اللي ماجد ضرب بتاع، فانا ايه حجه بقول لهم مش انا ضربته بالكرسي، عارف كده. والله ايوه، عشان يروح في شبرا يقول لهم مش انا ضربته بالكرسي وضربته بطفايه الحريق وضربته مش وكذب عارفة إيه. بقى. بجد مش هزار. اه والله ده حقيقة هو موضوع عامل ان هو بيعمل هزار، بس اقسم بالله هو عامل ده حقيقة كده فعلا بجد، لان والله. هو متضايق أصل بجد، وكان بره في الشارع هيعايروه. متضايق بجد هيعاروني والله العظيم طب. ثلاثه، يلا ماجد مش عارف ومش ايه. عايز يدخل. لازم نتعلم نتحاور ونقبل بعض ونقبل وجهات نظر بعض المختلفة ونقد بعض، وصدرنا يبقى رحب، لأن ما ينفعش يبقى طول حياتنا شد وجذب وزعيق وخناق وضرب، لأن متهيألي إن احنا محتاجين دلوقتي إن احنا نبقى واحد، ومهما تكون اختلافاتنا. ماجد المصري ممكن يكون مختلف خالص عن سعد الصغير، وممكن يكونوا مش قابلين بعض، ولكن لازم نتقبل بعض عشان لازم نبقى ايد واحدة ومن غير زعل. واشوفكم بكرة تصبحوا على خير. والمصحف كنت زعلان بجد. كنت هموت. اسفينا صلاح. حبيبي يا سعد. كنت هموت. ما انا خايف تروح ضاربني تاني، انا خلصت من الدنيا مخلص وضربنا، بعدين ايدك تقيله يا انت استاذ. لما قعدت تقول لي بقول لك ايه بقى، تعالى بره بقى، تعالى لي بره، تعالى. المصحف كنت بحبك يا استاذ ماجد. فين عايز انا بحبك ليه انت لا، انا بودك ليه انت لا، تاري على مخلي ربنا. انا بس بحبك براحتك. ليه معلش انت لا، سوري. انا بودك ليه انت لا. معايا يا جماعه؟ لا انا بحبك ليه انت لا، انا بودك ليه انت لا،
بحبك يا مجد. اسمع الله لا يسامحك. لا 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 لا. ما اتكلمتيش حضرتك يعني. ابقى احنا اديني في فاصل، فرصه. احنا بره، احنا اوت. طب ماشي حضرتك. يلا. انا بقول له انا بحبك، راح قال لي انا بحبك. فرق يا حضرتك. تقول له انا كنت بحبك. كنت بحبك ليه؟ ايوه يا فندم. لا اتفضل يا فندم.